مساء الخير يا أصحابي. الفيديو ده بعنوان أتأكد إزاي إنه بيحبني ومش بيتسلى بيا. طيب، في بنوتة بعتت لي على الماسنجر قالت لي أنا في علاقة حب مع شخص بقالي 6 شهور، بنخرج سوا، بنتكلم سوا، بناكل سوا، بس لغاية دلوقتي أنا مش متأكدة هو بيحبني ولا لأ، رغم إن هو قال لي مليون مرة كلمة بحبك، بس أنا مش متأكدة هو بيحبني ولا لأ. فأنا رديت عليها قلت لها طالما بعتيلي وسألتيني هو بيحبني ولا لأ يبقى مش بيحبك. فهي البنت اتخضت، قالت لي ايه مش بيحبني؟ قلت لها ايوه مش بيحبك. طالما بعتيلي وسألتيني يبقى انت من جواكي ما وصلكيش احساس الحب، يبقى انت مش متأكدة فعلا انه بيحبك، يبقى مش بيحبك. انت حتى لو كان قايلك مليون مرة كلمة بحبك، انت في العلاقة دي بقالك 6 شهور، بتخرجوا، بتتكلموا، بتاكلوا، انت طبعا بتدعميه نفسيا وماديا ومعنويا، ولغاية دلوقتي بعد 6 شهور بتبعتي لحد تقولي له انا بس عايزة اتأكد هو بيحبني ولا لا. تأكدي انه مش بيحبك. ليه بقى؟ لان الستات والبنات عندهم الجات فيلينج، عندهم الشعور الغريزي او الاحساس الداخلي ده قوي جدا جدا جدا. في ناس بتقول عليه الحاسة الستة. هو شعور غريزي بيبقى جوانا، في جوانا كده الجات فيلينج اللي هو الاحساس الداخلي او الشعور الغريزي. لو احنا في علاقة مع حد وفعلا بيحبنا بنحس. لو احنا في علاقة مع حد والحد ده قد يكون بيتسلى، بيلعب، بيستغلنا، بنحس حتى لو كان الحد ده قال لنا 100 مرة ومليون مرة انه بيحبنا. عشان كده هي بعتت قالت لي انت ازاي تحكمي انه مش بيحبني؟ انت ما تعرفينيش، ما تعرفيهوش، ما تعرفيش عننا حاجة، ازاي تقدري تقولي كده بالفم المليان انه مش بيحبني؟ رجعت قلت لها طالما بعتيلي بعد 6 شهور من العلاقة وبتسأليني انا اللي معرفش عنكم حاجة، هو اتأكد ازاي انه بيحبني؟ انا بأكد لك انه مش بيحبك، لانه لو كان بيحبك فعلا كان الرادار اللي جواكي، كان الجات فيلينج او الشعور الغريزي او الاحساس الداخلي اللي جواكي اكد لك انه بيحبك. راحت قالت لي طيب امال هو ايه؟ قلت لها هو ممكن يكون عايز لسه يتعرف عليكي اكتر، يعني لسه ما حبكيش، في مرحلة تعارف، بس قالك كلمة بحبك عشان انتي تتبطي وتسكتي، لان انتي اكيد سألتيه انت بتحبني ولا لا، اكيد انتي سألتيه مليون مرة انت بتحبيني ولا لا، فهو عشان يسكتك قالك انا بحبك، بس هو ممكن يكون لسه بيتعرف عليكي في مرحلة التعارف. ممكن يكون بيتسلى، ممكن يكون بيستغلك نفسيا، معنويا، جنسيا، ماديا، ممكن يكون في حالة احتياج، يعني مش في حالة حب، مش هو in love، هو in need، هو محتاج حد في حياته، محتاج حد في حياته يسأل عليه أكلت ولا لسه يا بيبي، وصلت ولا لسه يا بيبي، خدت الدواء ولا لسه يا حبيبي، ما تشربش سجاير كتير يا روحي، ما تشربش قهوة كتير يا قلبي. محتاج in need لشخص يدعمه ويسأل عليه يهتم بيه. وممكن يكون الشخص ده، وده كتير قوي منتشر بين الولاد، بيكون الشخص ده بيحب الحب. يعني ايه؟ يعني بيحب يكون في علاقة بس مش بيحبك انتي. في ولاد كتير قوي بتدخل علاقات ورجالة كبار يعني بيحبوا يكونوا
في علاقه حب، في لاف ريليشن شيب، بس ما بيكونوش بيحبوا البنت دي، لا هم عايزين يكونوا في علاقه حب، هم عايزين يبقوا محبوبين. فللاسف انا قلت لها انه مش بيحبها، ده كان رايي لما هي بعتت لي، وقلت لها فعلا ممكن يكون لسه فتره تعارف وعايز يعرفك اكتر، ممكن يكون مستغل، ممكن يكون بيتسلى، ممكن يكون في حاجه، هو شخص وحيد وعنده عنده احتياج لشخص يسأل عليه، يهتم بيه، يصحيه من النوم، يقول له اكلت ولا لسه، شربت ولا لسه. وممكن يكون عايز يبقى في علاقة حب. وفي ناس كتير قوي ستات ورجالة بيبقوا عايزين يبقوا في علاقة حب، بس ما بيحبوش الشخص اللي هو معاهم في العلاقة. فأنا ده كان رأيي ورديت عليها على الماسنجر. أول ما قالت لي أنا في علاقة 6 شهور مع شخص بس مش متأكدة هو بيحبني ولا لأ، فأنا على طول مباشرة قلت لها مش بيحبك. لو انتي قعدتي 6 شهور مع شخص ولسه بتسألي شخص تاني أنا عايزة أتأكد هو بيحبني ولا لأ، اتأكدي إنه مش بيحبك، لأنه لو كان بيحبك مستحيل ما كنتيش حسيتي. كان الجات فيلينج، الرادار اللي جواكي، الشعور الغريزي أو الإحساس الداخلي اللي جواكي كان قالك وأكدلك إنه بيحبك. قولوا لي رأيكم إيه في التعليقات، اعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، فعلوا جرس الاشعارات عشان يجيلكم اشعارات كل الفيديوهات الجديده، واشتركوا في القناه، وعايزه اعرف رايكم في التعليقات. بحبكم يا اصحابي.